يا مساء الفل، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال، ويكون يومكم كده جميل وعدى على خير. النهارده هنتكلم مع بعض في ازاي ننظم الميزانية بتاعة بيتنا ونوفر منها. كلنا بلا استثناء دلوقتي بنشتكي من ان الاسعار كلها غالية، والميزانية بتاعتنا بتخرف مننا وما بنقدرش نكمل باقي الشهر كده بشكل كويس معانا. النهارده بقى نحاول مع بعض كده نعمل شوية افكار كويسة هتساعدنا على التوفير، وتساعدنا كده نرتب افكارنا وازاي نتصرف باقي الشهر، ونحاول مع بعض ان احنا نطبق الكلام ده ونشوف هيمشي معانا ولا مش هيمشي. ان شاء الله في خطط توفير كتير ان شاء الله في الايام اللي جايه هنزلها لكم باذن الله. هنحاول النهارده نتكلم في حاجات مبسطه، وبعد كده ان شاء الله نحاول نكمل مع بعض ونحاول نتحايل على الظروف وعلشان المركب تمشي. اول حاجه هتكلم فيها معاكم ان احنا مبدئيا كده اول ما بنقبض الشهر بتاعنا او المبلغ بتاعنا بنطلع منه الاساسيات اللي هي الايجار لو عايشه في شقه ايجار، النور، الغاز، كل الحاجات الاساسيه اللي هي بتبقى معانا في الشهر معروفه هي قد ايه. فالحاجة دي احنا بنطلع من المبلغ بتاع المصروف الشهري بتاعنا، يعني بنطلع منه المبلغ ده، وايا كان بقى اللي هيتبقى معانا هنبدأ ان احنا نجزأه على مصاريف الحاجات بقى اللي بنحتاجها العادي خالص، زي مثلا الاكل والخزين بتاع البيت نظبط حالنا. هنشوف هنمشي الشهر ازاي. اول نصيحة بنصحها لك انك انتي اول ما تاخدي المرتب بتاعك تنزلي تشتري خزين الشهر كله اللي انتي محتاجاه. يعني مثلا بتشوفي احتياجاتك قد ايه من اللحمة والفراخ والمفروم، بتشوفي احتياجاتك ايه وطلباتك قد ايه، وكمان بتاخدي جزء كده تعمليه للخضار، سواء انت مثلا بتحبي تشتري بالاسبوع تعملي ميزانية بقى اسبوعية كده، لكل اسبوع مثلا هتصرفي 200 جنيه مثلا، او يعني على حسب بقى تشوفي انت محتاجة قد ايه في الاسبوع وتجزئي كده. لو انت بقى محتاجة بقوليات، لو انت محتاجة رز، محتاجة سكر، محتاجة زيت، محتاجة الحاجات دي، كل الحاجات دي بتنزلي تجيبيها مرة واحدة. يعني حتى لو هي مثلا اتبقالك 2000 جنيه، اتبقالك 3000 جنيه، تنزلي تشتري كل احتياجاتك بتاعة الشهر. لو اتبقى منك كان بها، ما اتبقاش منك يبقى انت حاجتك كلها موجودة في البيت كده، وانت ضمنتي انك انت ما تبقيش طول الشهر يجي عليكي اوقات تبقي محتاسة وما تبقيش عارفة تكملي الشهر بتاعك ازاي. عايزه اقولك بقى الحركه دي هتخليكي تظبطي الميزانيه. ليه؟ لانك هتبعدي عن المشتريات الخارجه عن خطه الشهر بتاعتك. ازاي؟ لما بيكون معاكي الفلوس في ايدك ونازله مثلا رايحه السوبر ماركت، فبتروحي بتشوفي هنا حاجات تزغلل عينيكي وتشوفي هنا حاجات تزغلل عينيكي، فبتخليكي تنسي المشتريات الاساسيه اللي انت اصلا رايحه عشانها. مين فينا بتروح السوبر ماركت وما بتتهبلش على حاجه؟ اكيد كلنا بتخرج المواضيع عن السيطره شويه. وعلشان كده بقولك روحي خدي الفلوس بتاعتك واصرفيها في الخزين بتاع الشهر بتاعك، في البنود بتاعتك اللي انت عارفاها الشهريه بتاعتك، محتاجه قد ايه رز، سكر، زيت، بقوليات، صلصه، محتاجه قد ايه. والبند بتاع الخضار طبعا انت بتبقي عارفه البند بتاع الخضار بتاعك بتصرفي قد ايه تقريبا كده في الاسبوع لو انت بتجيبي بالاسبوع زي ما اتفقنا. وغير كده كمان عندك البند بتاع التلاجة اللي هو الحاجات بتاعة الفطار والعشاء، اللي هي اللبن بقى والجبنة والزبادي والبيض والحاجات اللي بنحتاجها. طبعا انت بقى بتبقي عارفة ماشية دنيتك ازاي. طبعا الحركة دي بقولك هتبعدك عن المشتريات الخارجة عن الخطة الشهرية. كمان عايزة اقولك ابعدي خالص عن العروض والحاجات اللي بيقولولك عليها فيها تخفيضات وحاجات كده. الحاجات دي بتستنزف المرتب الشهري بتاعك. يعني ممكن مثلا تيجي تقولك عندك عرض على شامبوهات، عندك عرض على منتجات سكين كير، ممكن الحاجات اللي هي دي اللي خارجة عن الخطة الشهرية بتاعتك وبتدخل في بند الرفاهيات اللي هو مش في خطتنا في الفترات الصعبة دي. واحنا زي ما اتفقنا ان احنا عايزين نسيطر على الميزانية بتاعتنا ونحاول ان احنا نخليها ماشية معانا طول الشهر، مش محتاجين اي يعني دخل اضافي، وان الدنيا تمشي معانا مظبوطة وميبقاش في ايام بتبقى صعبة علينا ونبقاش عارفين نعمل فيها ايه.
وفي النقطة بتاعة الرفاهيات عايزة اقولك حاجة مهمة جدا، لازم تدوري على الحاجات اللي انت عايزاها والحاجات اللي انت محتاجاها. يعني مثلا الحاجات اللي انت محتاجاها لاحتياجاتك اللي لازم تجيبيها ولازم انك انت تشتريها شهريا، وان ما ينفعش البيت يمشي من غيرها. انما الحاجات اللي انا عايزاها وعايزة ارفه بيها عن نفسي وعايزة ادلع بيها نفسي في الاوقات اللي بتبقى الدنيا فيها مزنقة، ما نحاولش ان احنا نزنق نفسنا ونجيبها وبعدين نقول المرتب بتاعنا راح فين. فلازم نحاول على قد ما نقدر نعمل كنترول على نفسنا، وان احنا لما بنكون بنشتري حاجة نركز فيها وما نفضلش عينينا تزوغ على حاجات ممكن اكيد ليها لازمة، يعني ما دمتي يعني محتاجاها او عايزاها، اقصد اكيد ليها لازمة. بس في اوقات ممكن نشتري الحاجات متجزأة على اوقات يعني متباعدة. ممكن الشهر ده نشتري حاجة صغيرة كده تفرحنا، ممكن الشهر اللي جاي نشتري حاجة تانية تفرحنا، ما يبقاش كله مع بعضه في وقت واحد في شهر واحد ونلاقي الدنيا زنقت معانا ونبقاش عارفين نكمل الشهر ازاي. وطبعا كل ست فينا عارفة هي نقطة ضعفها ايه. في ستات بتبقى نقطة ضعفها تشتري شنط او احذية او ملابس او تشتري ميك اب. فيه طبعا موضوع الميك اب ده يعني ادمان عند ستات كتير، ان هي كل لما تنزل وكل شهر لازم تشتري حاجات في الميك اب جديدة يعني وتدلع نفسها. طبعا مش هينفع ان احنا ندلع نفسنا على حساب البيت او على حساب ولادنا او على حساب حاجات اساسيات ومهمة جدا في حياتنا. ولازم كمان نحط فيه بند كده لازم ناخد بالنا منه، ان الطوارئ، بند الطوارئ ده يعني لازم يكون فيه فلوس كده على جنب للطوارئ، عشان لو لا قدر الله حد تعب محتاجين نشتري علاج، محتاجين نروح للدكتور، يعني لازم يكون فيه بند كده متعين على جنب يكون للطوارئ، ده محدش يجي جنبه لأي سبب من الأسباب. كمان حاجة من الحاجات اللي بتستنزف المرتب بتاعنا الخروجات الكتير وركوب تاكسيات كتير، وطبعا الاكل بره كتير، او انك انتي تطلبي ديليفري للبيت. يعني كل الحاجات دي بتستنزف المرتب بتاعنا. نحاول على قد ما نقدر ان احنا ناكل في البيت قبل ما ننزل لو احنا خارجين، او ناخد معانا سندوتشات وناكلها بره لو احنا خارجين. نوفر مشروباتنا لو احنا عددنا كبير ما يستحملش ان احنا نشتري لعدد كبير، ممكن ان احنا نوفر الحاجات دي واحنا خارجين. خروجات ما تبقاش كتير علشان نحاول نضيق الدايرة بتاعة المصروفات بتاعتنا. كمان حاولي تقللي شحن باقات النت والتليفونات، يعني خلي مبلغ معين ما تتخطيهوش في الشهر للشحن بتاع تليفونك والنت بتاعك، ما تتخطيهوش علشان خاطر ما تزوديش في المصروفات الشهرية بتاعتك. طيب هنعمل ايه بقى علشان نحافظ على فلوسنا وما تتصرفش كده معانا بدون هدف؟ لازم نحدد هدف كده وحاجة معينة ان احنا نعملها، سواء ان احنا مثلا نشتري قطعة من الذهب نعينها ندخر فلوسنا فيها، او ان احنا لو حابين نطور من شقتنا ومن بيتنا ونجيب حاجة قطع اساس مش متواجدة عندنا وحابين ان احنا نجيبها، او ان احنا نوظف في شقتنا. يعني خلي دايما عندك هدف. يعني مثلا عايزة يعني تبيضي اوضه النوم بتاعتك، لازم تحطي هدف قدامك كده انك انت مثلا على اخر السنه دي هتكوني مبيضه الاوضه بتاعتك، على اخر كام شهر كده، يعني مثلا تدي لنفسك رينج معين كام شهر كده، وانك انت هتحاولي تعملي حاجه معينه. يعني انت حطي لنفسك هدف في دماغك انك انت تحققيه. او على اخر السنه دي ممكن يبقى معاك قطعه من الذهب. طبعا بقى بنحاول ان احنا نبدا ندخر من الفلوس الشهريه بتاعتنا. ممكن تحوشي 200 جنيه مثلا او 100 جنيه، ممكن تلمي الفضيه بتاعه البيت وتعملي لنفسك حصاله ترمي فيها فلوس طول السنه. كل ما يبقى معاكي فضيه، كل ما يبقى معاكي 5 جنيه ورق، 10 جنيه، 20 جنيه فلوس فايضه يعني المصروف الاسبوعي بتاعك او الشهري بتاعك، او اول كل شهر تعيني 200 جنيه من المرتب بتاعك وتمشي باقي الشهر بتاعك لحد اخر السنه، يبقى معاكي مبلغ كويس جمعتيه. وشوفي هيبقى معاكي قد ايه. اعمليها لنفسك مفاجأة بقى ومكافأة، وحاولي انك انت تبدأي انك انت تشتري قطعة ذهب صغيرة، حلق صغير، يعني خاتم صغير بتاع اطفال، اي حاجة تيجي على حسب المبلغ اللي معاكي وتدخريه. ولما يبقى معاكي
حاجات بقى قطع من المشغولات الذهبيه الصغيره دي، ابداي انك انت بقى يعني بيعيهم وجمعيهم في قطعه كبيره، تبقي بعد كده تقدري انك انت تلبسيها، تجيبي سلسله، تجيبي خاتم، اعملي بقى اللي انت تقدري عليه ساعتها. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يكون يعني مفيد ليكم. وتابعوني بقى، ما تنسوش لايك للفيديو، وتابعوني بالاشتراك في القناه علشان تشوفي كل بقى الفيديوهات اللي هنزلها لكم بعد كده. وهنتكلم كتير قوي قوي في الميزانيه، وازاي نحوش، وازاي نقدر نشتري ذهب بعد كده. اشوفكم على خير في فيديوهات جديده، وسلام عليكم.